اكتشاف أثري جديد. البعثة الأثرية المصرية نجحت في أثناء أعمال الحفر العلمية الكشف عن 3 مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة بجبانة في سقارة. وطبعا ده مش جديد على منطقة سقارة لأنها مليانة بكنوز أثرية. الكشف عن نقوش هيروغليفية وعناصر أثرية مهمة لكبار رجال الدولة، ده غير الكشف عن 3 مقابر أثرية. المقبرة الأولى لشخص اسمه منتحتب، وتميزت جدرانها بمناظر تقديم القرابين ومشاهد الصيد، ومنظر كبير لصاحب المقبرة وهو جالس مع والدته حتب، وحصل على ألقاب كتير ومهمة زي الأمير الوراثي والعمدة والتابع للملك والمشرف على الجيش. أما بقى المقبرة التانية لشخص اسمه برع إموايا، ولقبه كبير التجار ببيت بتاح، وكمان اسم زوجته كانت موجودة في المقبرة اسمها توي ولقبها سيدة البيت، وكمان كان موجود اسم والدته وأبنائه. أما المقبرة الثالثة كان لشخص اسمه نحسي ولقبه المشرف على البيت، وكمان كان موجود اسم زوجته وكان اسمها نفرو بتاح ولقبها سيدة البيت. ولسه الحفر قائم والبحث لسه شغال، وأنا متأكدة إن حاجات تانية هتظهر في المنطقة دي.